بالمناسبه الماتش الاهلي والزمالك ده 4-3 الشوط الاول كان اسوأ شوط في تاريخ الاهلي والزمالك لو تفتكر. وحصل كمان ان صورت لقطه يكون المدرب بيشتم لعيب، ان انا ابقى موجود في برنامج اسمه دنيا الاطفال. ودي كانت اول مره في حياتي اشوف كاميرا. امير عبد الحليم تقريبا كان بيبقى امير موجود عبد برضو. الحليم كان موجود. في ناس لا، كتير في بتبقى ناس كتير موجوده. عدت على البرنامج. ده كان نفسي ابقى حاضر في الملعب وبصور كواليس، لان انا متاكد ان ده كان في كميه بلاوي. حاجات رهيبه الكاميرا ما قصتهاش. اللقطه اللي انا شفت منها الجول اللي هو جاي من الطرف ولعبها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلقه جديده من بودكاست بالون دور. الحلقه دي بالتحديد انا كنت مستنيها من فتره كبيره جدا. طبعا دي تاني حلقه في سلسله حوار مع صديقي المشجع. بدأناها الحلقه اللي فاتت مع المحلل الاداء والسكاوت الشهير عبد الحميد المحمودي، والحلقه دي يعني لضيف عزيز جدا، رغم ان احنا اول مره النهارده نتقابل فيس تو فيس، بس انا بحكم المتابعه ليه من فتره طويله حاسس ان احنا اصحاب. وكمان هو من شبرا وانا من شبرا، فانا منحاز لاي حد من شبرا يعني. فيعني من غير ما اطول عليكم، الحلقه دي طبعا بتاتيكم برعايه تالنت اكاديمي، اهم اكاديميه بتقدم كورسات في الوطن العربي خاصه بالاعلام الرياضي والتحليل وكل ما يخص الاعلام الرياضي. لو عايز تتعلم عشان تدخل مجال الاعلام الرياضي او صناعه المحتوى، ان شاء الله تكون موجود في تالنت اكاديمي ويبقى ليك فرصه تكون موجود في اهم الاماكن في الاعلام. زائد A to Z ستوديوز، اهم استوديو في الدنيا، ماركو ومحمد عزوز عاملين شغل جامد جدا. واي حد عايز يقدم اي كونتنت بيدور على لوكيشنز معينه وافضل المعدات هنا وارخص الاسعار ويسلمك الحلقه بسرعه، انا بظبطكم يا عم ماركو عم محمد. فان شاء الله باذن الله نقدم حلقه حلوه. نبدا بقى مع الضيف بينورنا وبيشرفنا في تاني حلقه، الصحفي والمصور والإديتور مونتير وحاجات كتيرة جدا، وما شاء الله ما شاء الله هو شاطر فيهم كلهم جدا. اسلام حسن اللي مكسر الدنيا بالكواليس بتاعت الدوري المصري. منورني يا اسلام. بنورك والله، مبسوط جدا ان انا معاك، وشكرا أنا على التقديمه الجميله دي. انا مبسوط كلام اكتر كبير والله. قوي عليا، اتمنى ان اكون استحق حبه. لا والله بجد يعني احنا اول مره نتقابل النهارده، بس انا حاسس ان انا اعرفك من زمان دي حقيقة. وان احنا اصحاب. نفس الشعور ويعني عندي. بتقدم حاجه في الفتره، يعني انت بقالك فتره طويله، لكن الفتره دي بالذات ما شاء الله ما شاء الله نمسك خشب. اهم كونتنت بيتقدم له علاقه بالدوري المصري بيتقدم من خلالك. الكواليس اللي بنشوفها بعد كل جوله لماتشات الاهلي والزمالك تحديدا محققه ما شاء الله مشاهدات عاليه جدا. وغير فكره المشاهدات العاليه، الناس كمان حاسه ان في مجهود مبذول في حاجات انا ما بشوفهاش في الماتش انت بتوريها لنا. فيعني خلينا هنبدا بالكواليس جت ازاي، وبعد كده نبدا يعني نكمل بقى الحلقه ان شاء الله. قول لنا الفكره بتاعت الكواليس دي جت ازاي، وليه فكرتي فيها، ما اتجهتش لفكره انت تعمل كونتنت خاص بالتحليل او كصحفي الاخبار والحصريات والحاجات اللي بنشوفها الفتره الاخيره يعني. بص، هو اي حد شغال في الميديا عارف الكلام اللي اقوله لك ده، ان هو دايما كل حد بيبحث او بيدور عن حاجه يقدر ان هو يميزها كمحتوى، يقدر ان هو يبقى مميز بيها ويعملها. بس حته التحليل ده مش بتاعتي، انا مش محلل. انا ابعد ما يكون عن التحليل. ليه؟ لان بقى فيه منافسه شديده جدا ما بين المحللين دلوقتي، فبقى الموضوع فيه دراسه. صح. بقى فيه دراسه كبيره، بقى الموضوع تحول لعلم. صح. ولازم اكون واخد شهاده مش عارف من ايه، ولازم وكذا حد من الناس اللي انا بثق فيهم بعد ما بياخدوا الموضوع بشكل دراسه وبعد بشكل علمي يعني بيبداوا يقولوا ان احنا بقينا نشوف الكوره بشكل مختلف تماما عن اللي احنا كنا بنشوفه الاول. انا عايز اقول لك ده يعني بالظبط احنا بنقدم في تالنت اكاديمي الكورسات الخاصه بالتحليل. كل الناس اللي حضرت الكورسات، والله دي جمله بتتقال في كل راوند، احنا بقينا نتفرج على الماتش بعين مختلفه تماما عكس عين المشجع. بالظبط. فهو كمان حتى الشخص اللي بيبدا ياخد الكورسات او ياخد الشهادات ديت او بيبدا يحس ان انا لا، بيقارن بينه وبين نفسه. قبل كده لا، انا ما كنتش بتفرج على كوره، ده انا فاتني كتير، ده انا طب انا لما اشوف صاحب الموضوع بيعمل كده، طب انا من بره، انا ما درستش. انا بتفرج على الكوره بعين المشجع وبعين الصحفي، بعين الواحد شغال في الاعلام بس. لكن تحليل لا، مش هينفع. فمهما فكرت لا، عمري دماغي ما تروح للتحليل. طيب قول لي بقى الفكره جت ازاي؟ الفكره جت من زمان جدا، من يمكن 2015 2016.
موجوده 10 سنين موجوده في دماغي من زمان. ليه؟ لان انا اصلا يعني مطلع كتير على الاعلام في اوروبا، اعلام ايطالي، اعلام اسباني. بشوفهم بيعملوا حاجه في برنامج اسمه الشرينجيتو. طبعا الشرينجيتو طبعا. البرنامج ده فيه فقره الدوري الاسباني في فقره جوه بتتكلم عن بحب اشوفها جدا، عن الكواليس، جدا. عن تفاصيل بس هي معموله بشكل مش مصري خالص، ما يمشيش مع المصريين قوي. صح. يمشي مع المصريين في حاجات معينه، انما ككونتنت عام مش هيحبوا دايما الطريقه دي. فانا لما شفت ده موجود، وانا من زمان جدا انا عايش في المدرج من سنه 2001 وانا بايت في استاد القاهره. 2001 2001 بقى دلوقتي عمر يعني 24 سنه. 24 سنه يا نهار ابيض كتير قوي. ده ايه ده؟ ف على طول موجود في الاستاد انا ووالدي. لما كبرت شويه بقيت لوحدي مع اصحابي. فالماتشات اللي هي تقريبا من 2001 لحد 2011 الماتشات دي انا كل الماتشات اللي حضرتها واللي مش مهمه. كان عز الفتره اللي فيها بقى جمهور بجد بيحضر فانا حافظ الاستاد، حافظه لدرجه ان انا حتى ما بشجعش اي حد يعمل كده خالص، بس انا كنت اروح الدرجه الثالثه واقدر ان انا اتحايل اروح عشان الدرجه الثانيه والاولى عشان اشوف الرؤيه مختلفه مش اكتر. فهمت يعني وده طبعا حاجه غلط. ما بشجعش حد خالص يعمل الكلام ده. فبقيت حافظ الاستاد خلاص. فبقيت دايما طول عمري ان انا وانا قاعد في المدرج في اعلى نقطه في استاد القاهره بحلم ان انا اكون موجود تحت في ارض الملعب. يا ترى لو بقيت موجود في ارض الملعب هقدر اشوف الحاجات المختلفه عن اللي بشوفها فوق، عن اللي بشوفه في التلفزيون. اكيد تبقى حاجه مختلفه. لما شفت الشرينجيتو قلت طب هو ده محتوى درامي في المقام الاول، صح، مش انفعالات اكتر، دراما، صح. طب ليه ما نعملش حاجه زيه في مصر بس نمصرها بقى، نخلي شكلها احلى، نخلي الموضوع يبقى فيه حدوته. احنا كعرب مصريين بنحب الحواديت، صح. طيب هو الماتش ايه غير حدوته؟ لو انت فاتك ماتش انا تقول لي ايه اللي حصل، فانا بحكي لك حدوته. صح. بس عايز اقول لك اصلا انت يعني حتى مش فكره، يعني كان في يمكن من فتره كان في لو هنقول بالاسامي الدكش مصطفى كان بدأ يعمل القصه دي. بس انت الفيديو بتاعك ايا كان مدته، يعني انا بشوف الفيديوهات على طول، الفيديو دقيقتين، الفيديو 3 دقايق 4 5 ايا كان، هو في الاخر انت بتحكيه قصه فعلا، انت بتاخد فيلم قصير. بحاول انا مركز مع الرياكشنز وصوتك كمان ما شاء الله مميز، فالموضوع مختلف شويه عن اللي بيعملوا الدكش. لا الدكش يعني بسم الله ما شاء الله عليه، هو واحد مميز في الحته دي وليه الرياده كمان في الحته دي، ان هو دايما بيهتم بالكواليس واكتر، وحد بدا يمشي فيها بانتظام في الحته ديت. وهو كان على الساحه لوحده كمان في حته، انا بتكلم عن الكواليس طبعا. بعد كده بدات تطلع صفحات كتير واكونتس كتير وصحفيين كتير ان هم يركزوا على الكواليس اللي هو بيهايند ذا سينز لوحدها. بس هي الفكره في ان انا بقيت عايز ان انا زي ما قلت لك ان انا احكي لك الموضوع بشكل حدوته، وانت في الملعب كمان وانا في الملعب لان انا هحكي. انا لو انت قلت لي احكي لي الماتش اللي فاتني هحكيه لك. طب لو انا موجود في ارض الملعب اكيد الحدوته تبقى مختلفه، صح. لو انا منعزل تماما عن ان المصور والمخرج عاملين ايه دلوقتي، جايبين ايه، الناس شايفه ايه، ماليش دعوه بالكلام ده خالص. انا موجود في ارض الملعب دلوقتي، انا بحكي اللي انا شايفه، اكيد اللي انا شايفه غير اللي الناس شايفاه. طيب 100% بالظبط. الفكره خلاص بقت عندك امتى؟ يعني انت بتقول من 2015. اشمعنى الفتره دي طلعت؟ يعني ايه الكواليس ايه الكواليس بتاعت الكواليس بقى؟ الكواليس الفكره في ان انا كنت دايما بقول لمحمودي محمد المحمودي الاعلامي الكبير. محمد المحمودي صديقي وحبيبي يعني وصديقي من زمان جدا. كنت دايما بقول له كده جمله كده، من كتر ما قررتها انا بقيت خايف منها ساعتها، اللي هي ايه؟ اللي هي نفسي حد يديني كاميرا ويسيبني في الملعب بس. الجمله دي من كتر ما قررتها فبقيت لازقه في الدماغ لحد ما جه السيزون الحالي. اول ماتش الاهلي ومودرن سبورت، انت معاك كاميرا واديك في الملعب، ايه بقى؟ ورينا بقى. فانا قلت ايه ده، نهار ابيض، ده البيعه اللي انا عمال ابيعها بقالي كتير، صح. وبقالك فتره طويله معاك الكاميرا وبتروح الملاعب. انا دلوقتي موجود في ارض الملعب في ماتش الاهلي ومودرن سبورت، اول ماتش في السيزون الموسم ده، صح. قلت اجرب نجرب الحاجه عامله ازاي. لو طلع منها حاجه كان بها، ما طلعش منها حاجه خلاص تمام. مش هنكمل. حتى لو شفت ماتش الاهلي ومودرن سبورت ده اول حلقه من الكواليس الموسم ده، هتلاقي ان شكل الحلقه حتى البنى بتاع الحلقه مختلف، صح، غير الحلقه اللي انا كملت بيه، غير اللي انا كملت بعد كده. عامل شكل مختلف. ليه؟ لان انا كنت بجرب في الاخر، مش حاطط حاجه ثابته او فورمات معين انا هكمل بيه، انا بشوف ايه اللي هيطلع. زائد ان انا ما حكيتش الماتش في ماتش الاهلي والاهلي ومودرن سبورت، اتكلمت على لقطتين 3 بس، يعني ما اتكلمتش في حاجه تاني. جربت
وسلمت الفيديو خلاص تمام. متوقع ان هو هيلفت نظر الناس وهيعجبهم وكده، بس ما توقعتش ان هو يعمل 3 مليون مشاهده. ما شاء الله الارقام، انا مش إيه؟ عايز اقول الارقام عشان حسد لا خالص، بس ارقام الحمد عاليه لله، جدا ما شاء الله. الحمد لله 3 مليون مشاهده، ايه ده؟ ده رقم كبير قوي. والتعليقات، انا بقى المفروض ان انا في دماغي ان لو الموضوع ده لقى قبول الناس هكمل فيه. صح. لقيت ان الناس بتقول وانتوا بقى عاملين بقى للاهلي كده بس مش تعملوا للزمالك. هو انتوا عاملين كده يعني عشان الاهلي تعادل؟ هي صدفه انت اول ماتش كان الاهلي مودرن عاملين وثائقي عشان الاهلي تعادل للدرجه دي؟ هو الاهلي يعني كان بيلعب فريق مش عارف منين، ما هو فريق مصري برضه، فيه ايه لما يتعادل يعني؟ قلت ايه ده؟ طب ما هو لما انا ممكن حد لو انا ببص تحت رجلي اللي هو يتضايق من التعليق اللي انت مالك ايه عامل فيلم وثائقي عن الاهلي ليه يعني وبتاع، بس الحلو ان هو ده لا ده عايز حاجه زي دي عن فريق تاني هي عاجباه بس مش عاجبه انها مش لفرقته. بالظبط. قلت ايه ده؟ طب ما تيجي نجرب. عرضت الفكره ان احنا في اون سبورت اف ام اللي هو يلا هنكمل بيها ولا هنعمل ايه. وافقوا جدا بعد ما لقوا جدا محمد المحمودي، استاذ حمدي الحسيني، استاذ سراج السيسي، كلهم بصراحه تحيه كبيره جدا ليهم، شجعوني جدا، كان في ثقه تامه في الموضوع. فده حملني مسؤوليه كبيره جدا ان انا اقدر اعمل محتوى زي اللي فات اللي كان تجربه. وانت اللي بتعمل كل الشغل لوحدك. انا اللي بصور تصوير والايديت وكل حاجه. بصور في الملعب وبعمل الايديت وبكتب السكريبت وبقول الفي او مجهود كبير. طب احنا يا جماعه طب خلاص هيبقى اسبوع اهلي واسبوع زمالك. تمام. لا احنا هنكمل اهلي وزمالك كل اسبوع. اهلي وزمالك ايه كل اسبوع يا جماعه؟ مش هقدر. صح. انا مش ضامن اصلا. وافرض في نفس اليوم زي الاسبوع اللي فات كان في نفس اليوم كان في ملعبين مختلفين. طب وحتى لو الماتشين غالبا الماتشين بيبقوا يوم ويوم وراه على طول. يعني ده الاهلي بيلعب سبت الزمالك لحد او العكس. في الحاله دي طب ما ده انا اصلا بعمل ايديت لحد تاني يوم الصبح، فهكمل بقى اليوم التاني ازاي؟ يا جماعه لا هو هيبقى الاهلي والزمالك. بقيت قدام تحدي ان الحلقه الاولى بتاعت الاهلي والمودرن دي ما تبقاش مجرد صدفه. صح. هي جت معاك كده. انا عايز اوريكم ان انا فعلا الفكره اللي انتوا وثقتوا فيا ان انا اقدر اعملها وحققت نجاح من اول مره انها مش صدفه مش فيديو. ان طب انا راهنت بقى ونزلت ماتش الزمالك. ماتش كان الزمالك والمقاولين في استاد القاهره، خلص 0-0. انا كان دايما عندي كابوس ان الماتش اللي انا اروحه واصوره ما يبقاش في حاجه اصورها. يبقى ماتش بارد. صح. ما بقاش في اي حدوته احكيها. وانا اصلا زي ما قلت لك الكور بتاعي حدوته. صح. انا بحكي حدوته. انت عايز احداث. عايز احداث. مش لازم اللعيبه تضرب بعض. يعني انا عايز قصه احكيها. ماتش الزمالك والمقاولين كان ماتش وحش جدا وخلص 0-0. طب ايه ده؟ اعمل ايه؟ بعد ما صورت وروحت اكتشفت ان انا لما بتفرج على الحاجات اللي صورتها تاني بقدر ان انا اعمل منها حدوته. يعني حتى انا ممكن احكي لك ان الماتش كان وحش بطريقه حلوه. صح. وبتطلع يعني كمان حاجات على الدكه حد مش عارف. زائد كمان ان الناس بتقول هو انتوا يعني لفت نظري بعض الاراء. انت بتتابع طبعا الكومنتات اكيد لازم عشان تشوف الفيدباك. 100%. لفت نظري بعض الاراء انها تقول لك هو انتوا محسسيننا ان الماتش جامد قوي ومثير قوي كده ليه وهو اصلا ما كانش كده. ده جاي من نفس المنطقه بتاعت الشخص التاني اللي بيحب يجاملني يقول لي يقول انا بحب اتفرج على اكتر من ماتش. يعني دي ده مجامل جميل عجبه الموضوع. في حد بقى مش مجامل خالص يقول لك واضح جدا يقول لك انتوا ليه مدين الماتش يعني ما كانش قد كده يعني ان الفيديو يبقى. الفكره بقى في كده، الفكره في ان انا كاعلام انا مهمتي ان انا احكي لك ان الماتش وحش بطريقه حلوه وما اقولكش ان الماتش وحش وخلاص. يعني حتى الحاجه الوحشه انا مش هكذب عليك. مش هينفع حاجه وحشه اطلع اقول لك دي كانت جامده جدا. الله على الاثاره والمتعه، الله على الجمال. انا كده مش بحترم العقل خلاص. يعني دلوقتي كمان الفتره دي ما بقاش ينفع ان انت حاجه الناس شايفاها خلاص يمين وتحط انها شمال او العكس يعني. بالظبط. والدنيا بقت مفتوحه على بعض جدا يعني كله شايف كل حاجه صح الحقيقه يعني. فبقيت احكي ان انا عايز اقول لك بقى هدفي ان حتى لو الماتش وحش ان انا اقول لك ان الماتش وحش بطريقه كويسه بس. ده هدفي. هل في حاجات خليني اقول لك بقى انت خلاص صورت اول حلقه وتاني حلقه وخلاص يعني احنا الموضوع مشي وبقى فيه نجاح الحمد لله. ربي يكمل على خير ان شاء الله. في حاجات انت كنت عايز تحطها في الفيديو وما رضيتش تحطها قلقت مثلا لو اتشافت 100% كتير كل مره يعني في حاجات
كواليس كل مره لازم يكون في حاجات، لو مصايب ما ينفعش تحط صوت ولا صوره؟ الاثنين. انت عشان ساعات كمان بتبقى واقف جنب اللعيبه وهي بتسخن. انا فاكر حتى في فيديو ليك كان في حد مصورك وانت بتصور. كان في ماتش الزمالك كان وراك سيف جعفر بيسخن. لعيبه الزمالك كلها كانت بتسخن. انا حسيت ان انت في حاجه برضو حاصله هنا بس ما طلعتش. كلام اللعيبه مع بعض، كلام اللعيبه في الاهلي وفي الزمالك، وعلاقات اللعيبه ببعض المتنافسين زي الاهلي وحرس الحدود. حاجه ينفع تقولها هنا؟ طيب خلاص. لا حاجه حصلت. لو ينفع اقولها كنت استخدمتها وحطيتها، انما خالص لا خالص ما ينفعش. اصل اقول لك على حاجه، وده طبيعي جدا على فكره. طبيعي جدا. ليه؟ واحنا اللي بنلعب خماسي، حجز خماسي مع بعض، ايه اللي بيحصل؟ انا فاهم قصدك. صح يعني صح. حد يتعصب جدا بيبقى في احنا في الماتش الدنيا سخنه، وبعد الماتش عادي يعني بتموت يعني، هي ساعه الماتش وبتموت بعدها. في لعيبه بتحب بعض، لعيبه بتحبش بعض. في مدرب يستثقل دم لعيب، في لعيب ما يحبش زميله. في لعيب ممكن يقول كلمه كده، مع ان على فكره في ناس كتيره جدا دلوقتي بالذات ممكن الكونتنت ده لو نزل يوديهم في حته ثانيه. اولا انا لو نزلت الكونتنت ده، اولا اكون مش بحترم اسمي، مش بحترم اسم المؤسسه اللي انا شغال فيها. صح. لان انا المفروض ان انا حاطط لنفسي رولز معينه. ده انا كمان حتى اخلاقيا. صح على فكره أنا ممكن حتى في الايديت ممكن اقدر بطريقه ما اعرفك ايه اللي حصل. يعني من غير ما اكون واضح بشكل صريح يعني. صح. بس لا برضو صح. زائد انها هنا بقى الفتنه بقى. طب ليه؟ ما هو انا ممكن بالزبط. انا شخصيا بقول لك الفتره دي بالذات بالظبط. انا ناس كتيره ممكن تعمل انا كاسلام ممكن ابقى انا قاعد على القهوه مع اصحابي، اقول كلمه كده ولا كده، حد يصورني، بصوا بقى اللي انتم مش عارف ايه. طب ما هو نفس الكلام مع اللعيبه يا جماعه. اللعيبه دول بني ادمين وبشر برضو في الاخر. صح بالظبط. لا دول شباب زي اي شباب، وباخلاق متفاوته وتربيه مختلفه. لا انا يعني مثلا في حد وهو خارج من الملعب كان متضايق بصور عليه ومحدش خد باله خالص. وحصل كمان ان صورت لقطه يكون المدرب بيشتم لعيب، بيشتمه. ده بيحصل كتير. بس دي موجوده في العالم كله يا جماعه. طب سؤال تاني، انا بس عشان الكلام ما يتفهمش غلط. دي موجوده في كل مكان في الدنيا طبعا، مليون في المية. وكل الانديه. بالعكس ده احنا هنا ما بتبقاش متشافه قوي زي بره. بالظبط. انا بحس بره بتتبروز يعني، حتى في الشرنجيتو باينه جدا يعني. الشتيمه اللي عارف اللغه تلاقيها باينه جدا. عادي خالص يعني. لكن انا بقى هستفيد ايه لما يجي لي مش عارف كام مليون زياده؟ صح. وانا انا يعتبر شاركت في الفعل ده. ان لعيب يكون شتم لعيب، حكم مش عارف. هسألك على حاجه تانية. في حد من اللعيبه او المدربين او الستاف اللي في الملعب كله شاف ان انت صورت حاجه وقال لك اسلام ما تنزلهاش؟ خالص ولا مره السيزون ده. بس انا عشان فكره الكواليس معايا من زمان وفي دماغي من زمان، انا بحب اصور الحاجات اللي ما اتشافتش. فده حصل زمان. زمان امتى؟ مش زمان، 2022 2023. لا ايام موسيماني مع الاهلي حبيبي. كان الاهلي بيلعب حبيبي كان الاهلي بيلعب وادي دجله. والماتش خلص تعادل 1-1 او 0-0. الاهلي لعب وحش جدا في الماتش ده. تمام. كان موسيماني اتخانق مع المدرب الفريق الثاني. انا كنت في ارض الملعب بكاميرا موبايل، مش كاميرا بقى، كاميرا موبايل، فكنت حركتي اسهل. صح. فتقريبا كنت في حضنهم هما الاثنين وهما بيتخانقوا. لدرجه ان الخناقه كانت موجوده في التلفزيون، انا كنت ظاهر فيها بصور. فبقى الكلام اللي ما بينهم بقى كله مسموع في التليفون، واضح جدا. تمام. وانا بصور وقفلت الكاميرا خلاص، خدت اللي انا عايزه. انا مش عارف هعمل ايه بده. انا لا في الكواليس ولا في اي حاجه معايا بعملها اصلا. صح. مش عارف انت بتغطي الماتش عادي جدا. بس جت اللحظه بتاعت الخناقه ان انت موجود فيها. بالظبط. وانا طبعا حاطط نفسي زي ما قلت لك قواعد اخلاقيه، مش بدعي حاجه والله. بس عشان دي مسؤوليه برضو. فقلت ان انا والصح لازم يتبروز. لازم يتبروز الصح. فانا قلت لما اروح بقى اشوف البتاعه دي هعمل بيها ايه. يعني بس اكيد هعمل بيها حاجه. فانا خرجت، عارف التانل المؤدي قلت انا خرجت، وانا خارج في الطريق كده لقيت فرقه الاهلي كلها قدامي. كلهم واقفين قدامي. انت عملت ايه؟ انت عملت ايه دلوقتي؟ قلت لهم عملت ايه؟ كنت بصور. مش انا والله، ده موسيماني اللي كان بيتخانق. بالظبط. طب حمدي فتحي بقى وسعد سمير وايمن اشرف ومحمد شريف على ما اعتقد والشناوي، وكلهم باسلوب محترم جدا. هو بيقول لي انت صورت ايه، مش بيقولوا لي اعمل حاجه. يعني انت صورت ايه، انت عملت ايه.
لحد ما لقيت شخص ما مم. جه عليا بيجري كده عليا ويقول لي انا عارفه تقريبا، عارفه. مين؟ اقول اسماء مين؟ كابتن سيد مثلا. لا خالص، ماشي. اليو ديانج. اليو ديانج. اليو ديانج اه شخص انا اصلا ما بسمعش صوته آه. اساسا، ولا بشوفه آه. منفعل، بينفعل عليا صح. بينفعل والله. عليا انا. بيقول لي انت بتعمل ايه؟ وات ار يو دوينج؟ وات ار يو آه. دوينج؟ هو خايف لا يكون حصل مصيبه وانا مصورتها. وانت صورتها. آه. بس بعدها لقيت لعيبه الاهلي بتقول ايه ما حصلش حاجه، هو الراجل بس عايزين نعرف هو صور ايه. بس وريت لهم الموبايل ولا لا؟ لا ما وريتهمش الموبايل. تمام. فهم بس كانوا طب بيقولوا لي هو انت هتعمل بيه ايه؟ قلت لهم لا انا لو في حاجه وحشه مش هتنزل. بس لا اخلاقيا فهم وهم كانوا محترمين جدا معايا، كانوا متفاهمين ده يعني. مش فكره اللي هو لا ما تنزلش ومنع. هم برضو هم كلاعيبه برضو هم هو يعتبر اسره مع بعض، فريق واحد صح. مع بعض. وطبيعي حد ما يعرفوش جاي بيصور حاجه، وطبيعي في مشكله مش عارفين ده هيعمل ايه بالبتاع ده. صح معاه كليب مش عارفين يعمل بيه ايه. صح. ديانج هو اللي كان ساير رغم ان ديانج هادي جدا. لا كان جاي من بعيد كده، انا خفت يعني. هو ما شاء الله وحش كده. هو في ايه وبتاع، بس تمام عدت. دي المره الوحيده، لكن السيزون ده وقبلها وبعدها ما حصلش حاجه خالص. انا توقعت كابتن سيد عشان يعني هو مدير الكوره لا فراح مثلا. طيب يعني انت ما فيش حد زي ما قلت لك خالص قال لك يا اسلام لا ما تصورش حاجه؟ لا ما حدش. طيب هل في حد مثلا من السيزون ده تحديدا ولو في المواسم اللي قبل كده في لقطات او كواليس معينه انت صورتها بعت لك وقال لك يا اسلام انا عجبني اللي انت نزلته؟ حد من اللعيبه، حد من الاجهزه الفنيه؟ كان في حد من جهاز فني الفرقه غير الاهلي والزمالك. كان بعت لي بيقول لي ان كويس ان انت خدت بالك من اللقطه ديت، وانا مبسوط انك انت يعني بروزتها. بالظبط. ما هو ده قصدي، ممكن يبقى حد من فريق معين مش واخدين بالهم من اللقطه انا وانت لما لا ان انا شكرني عليه، لكن مفيش حد اتضايق من حاجه خالص ان هو انت عملت دي ليه وزعل. لا خالص. يمكن برضه عشان انا بحاول ان انا اصل انا برضه خد بالك في اي حد اديتور عارف ان انت لو شلت حاجه، ومش اديتور كل الناس عارفه يعني اجزاء الحاجات من سياقها ممكن تودي الموضوع في سكه ثانيه خالص. انا لازم اي حاجه جنب بعض تعمل مشكله يعني. انا ما بعملش كده. فيمكن عشان برضه حتى لو حد شاف حاجه ممكن يكون هو متضايق منها، بس هو عارف ان انا مش مسؤول عنها. انا صورت حاجه بتحصل قدامي واتكلمت عنها، انا حتى ما بقولش رايي يعني. ما هو يعني عايز اقول لك كمان ان انت في الفيديو نفسه ما عندكش حتى حب ان انت تبقى ظاهر في الفيديو يعني، ولا في اول الفيديو ولا في اخر الفيديو. لا كان معكم مثلا يعني كان معكم اسلام حسن. عشان انا اتعلمت من زمان ان المحتوى هو البطل، هو النجم بالظبط. دي اهم حاجه. طالما انا ببيع لك البيعه، مش ببيع لك عشان عايز اتنجم. انا ببيع البيعه علشان المفروض ان المحتوى ده انا عايز اسوق المحتوى ده انه يبقى حاجه حلوه، فمش هينفع. والناس هتدور عليك في الاخر عايز تعرف مين نجاحه في الاخر مين اللي بيعمل الكواليس بالظبط، مين اللي بيتكلم. فانا ما احبش ابدا ان انا احاول ان انا اظهر شخصيتي بالصوره او حتى بالراي. انا ممكن على فكره بالراي اقول حاجه كده تخلي الناس مشطشطه، تخلي بقى الناس بقى تتجنن تلف حوالين نفسها. سواء بيشجع الفريق ده او الفريق ده اديت له حته كده. طب انا كده استفدت ايه؟ ما انا كده غطيت على المحتوى بتاعي. يبقى انا اللي ضريته، انا صانع المحتوى، ضريت المحتوى. طب ليه؟ المفروض ان انا ابقى اكتر واحد حريص على المحتوى. فالمفروض ان انا اخلي المحتوى هو البطل، اخليه هو المتصدر المشهد، اخليه هو النجم في الموضوع. بعد كده الناس هتقول العامل ده حاجه كويسه. باين ما شاء الله من بدايه الجولات بتاعه الدوري دي ما شاء الله الفيديوهات محققه نجاح كبير يعني على مستوى القناه والمحطه وعلى المستوى الجماهيري، لان هم وثقوا فيك كمحطه الحمد لله ان يبقى في كونتنت زي ده. وما شاء الله باين الارقام، والناس حتى زي ما قلت لك في التعليقات مش فكره مشاهدات بس، التعليقات بتاعه الناس هي حابه جدا الحمد لله. يمكن علشان انا ملتزم بحته بس ان انا بنقل وبوصف بس. طيب انت شايف الكونتنت ده ممكن يروح فين ابعد من كده؟ خالص مش شايف اي حاجه خالص. ليه؟ مش مخطط له حاجه. مخطط ان هو يعني عارف في ناس كتير بتقول احنا عايزين الفيديو يكبر شويه، ان احنا عايزين يبقى 7 دقائق 10 دقائق كواليس اكتر. طب ما انا ممكن يا جماعه لو خليته 7 و10 دقائق ربع ساعه يبقى وحش. ممكن ما يعجبكش، ما يبقاش زي او 3 أو 5 دقائق. صح. فخطه ان انا اكبر الموضوع دي
ببقى خايف منها شويه ولازم تكون محسوبه قوي. وعلى فكره من وجهه نظري انت صح في دي. ليه دلوقتي كمان في الفتره دي بقى في فكره الريلز، انت كل ما بتكبر الفيديو دلوقتي بقى سهل جدا طول ما انت قاعد تك تك انت لو ما شدتنيش اول 10 ثواني مش هكمل الفيديو بالظبط. ولو طولت الفيديو زياده عن اللزوم يعني قليل قوي لما هكمله. زائد انك غالبا بتسمع الفيديو وانت بتاكل وانت في المواصلات، صح. وانت قاعد مع حد عامل نفسك سامعه وانت اصلا مش سامعه، صح. يعني لازم تنجزه. ماسك التليفون وبتشوف بتقلب شفت حاجه كده انت بتبص عليها كده شوف هتعمل ازاي وخلاص. يعني خلصنا، يعني مش هنقعد نحكي. اليوتيوب ده ليه جمهور تاني خالص اللي هو انا منه على فكره، اللي هو الحاجات الدوكيومنتري الممله بقى. انا الحاجات الممله دي انا بحبها. الحاجات اللي هي ايه طويله شويه، اللي هي احب ان انا ابقى قاعد رايق. قاعد رايق ان انا قاعد بالليل كده مع نفسي واقدر ان انا احلل بقى والكلام ده. لكن محتوى ده انا شايف ان هو على قد المنصات اللي بيتعرض عليها اللي هو الفيسبوك انستجرام تيك توك هو مناسب ليها بالمده دي. واكيد لو في اكتر هتبقى المده اطول شويه، لو في اكتر، لو في محتوى اكتر، في احداث اكتر. ماتش الاهلي والزمالك اللي جاي مثلا غالبا هيبقى اكبر. لسه هقول لك انت هتعمل ايه في ماتش الاهلي والزمالك بقى اللي جاي ده؟ هيبقى انا طول الوقت بصور بكاميرا واحده من اول الموسم، فلا هيبقى في اكتر من كاميرا. لازم يبقى في اكتر من هيبقى في لازم حد معاك، هيبقى في كاميرا معايا بتصور. وممكن تكون كاميرتين كمان، يعني واحده على الجزء على الجانب الاهلي، واحده على فريق، لان الموضوع بقى حساس بقى دلوقتي. اصل خد بالك انا في اللي فات انا الاهلي وحرس الحدود، الزمالك ودجله، انا قاعد انا ميال للاهلي او للزمالك. انا ميال ليهم طبعا، او مش ميال ليهم جماهيريا طبيعي بتكلم من زاويتهم. صح. اوصف ان هو كان في مشكله هنا او حاجه حلوه من زاويه الاهلي او الزمالك. برضو بدي الفريق التاني حقه لو عمل حاجه كويسه زي وادي دجله مثلا، صح، اللي كسب، او حرس الحدود لعب ماتش حلو قدام الاهلي فبدي لهم حقهم برضو. لكن المساحه الاكبر بتبقى للاهلي او للزمالك. طب لما نيجي بقى الاهلي والزمالك لا يبقى لازم احنا بميزان حساس دي بالشعره طبعا. هدي ده 3 دقايق ده 3 دقايق تمام كده يعني. طيب على قدر المستطاع. سؤال تاني بس، يعني ده ليه انت بتبقى في مكان معين في الملعب انت ده اللي لازم تبقى قاعد فيه، ولا على حسب الاستاد ايه؟ لان من ضمن الحاجات اللي مثلا كنت بتتكلم فيها في ان ملعب المقاولين العرب فيه مشكله في المدرجات، في ملاعب معينه ممكن الرؤيه فيها ما تبقاش واضحه. هل في مكان معين تقعد فيه ولا لا؟ هو في مكان مخصص للمصورين الصحفيين. ايوه بيبقى ورا الجول، بيبقى ورا الجول. انت بتثبت الكاميرا دايما. انا ببقى واقف، انا ببقى واقف في المكان ده وبحاول دايما ان انا اخد زاويه. ما اعرفش الموضوع ممكن يكون محتاج حد مهندس ولا ايه، ان انا ابقى قريب شويه من الجول بحيث ان ابقى شايف الدكه والملعب. ابقى واقف بزاويه كده. صح. فانا عايز ابقى شايف الدكتين مش دكه واحده كمان، لان انا ممكن لو جيت على جنب عند الكورنر مثلا فانا شايف دكه فريق واحد مش شايف الدكه اللي هناك. لا انا عايز اشوف الدكه كلها من اول لعيب لاخر لعيب وانا واقف في الملعب. لو الدكه على شمالي كده بقى في فرقتين. تمام، الفرقتين موجودين. طيب يعني انا بتمنى لك والله كل التوفيق في الجزء بتاع الكواليس، وانا مبسوط جدا جدا ربنا جدا بيه يا رب. ربنا يخليك. انا قلت نبدا من الاخر الاول. اسلام حسن يعني يعرف الناس بنفسه، لان يعني ممكن في ناس كتير ما تبقاش عارفه اسلام حسن مين. انا زي ما قلت لك في بدايه الكلام انا جاي من المدرج. انا واحد بيحب الكوره زيه وزي اي حد. مش بصنف نفسي ان انا انسان بيفهم كوره قوي. بالعكس انا دايما بسمع ودايما بتعلم، اشوف الناس بتقول ايه. وانا هوايه عندي من وانا صغير ان انا اشوف الراي العام بيقول ايه من وانا في اعدادي. انا اشوف راي الناس ايه وارصده وكده يعني. بيحب الاعلام، بيحب الصحافه زي ما اي حد برضه. خريج اعلام القاهره. خريج اعلام. انت من القلائل على فكره شغالين في الاعلام، خريجين اعلام دلوقتي. بس خد بالك برضه في ناس كتير يعني دايما مهنه الاعلام هتلاقي الاساطير الاعلام مش خريجين اعلام. يعني مش بالضروره يكون ان انا عشان خريج اعلام. صح، لا طبعا منطقي جدا يعني. هتلاقي حتى كمان الاساطير التاريخيين الاسامي الكبار مش خريجين اعلام. محمود سعد مثلا خريج اداب. فبيبقى على حسب يعني عادي. لان في الاخر برضو الاعلام بحس ان هو موهبه. صح. في الاخر من كتر ما انت بتتعرض لمواقف معينه انت اهتماماتك ايه اللي هو ان تحب ان تعرف. صح. وكمان ان تحب ان تعلم الناس. ولا الاعلام تحب انك تعرف الناس. فهي بتبقى هوايه عند الناس، مش ملهاش علاقه بالدراسه. مش دايما بتكون علاقه بالدراسه خالص. من وانت صغير كنت شايف نفسك اللي هو انا عايز ابقى موجود؟ يعني احنا زمان الجيل بتاع اوائل التسعينات اواخر الثمانينات، انا عايز اطلع في التلفزيون، حاسس ان انا هبقى موجود في الجهاز ده، ورا الجهاز ده. زمان انا بدات اتعلق بالصحافه ازاي؟ ان انا كان بابا دايما بره البيت. فما كانش في حد بيساعدني ان انا ولي مش اخوات ولاد. ليا اخت بنت اصغر مني يعني 95. يعني كنت انا بدات اكبر شويه يعني. هو مواليد 90.
بدات ان انا ايه عايز اعرف مواعيد الماتشات امتى. يعني انا مثلا نهائي افريقيا 92 فاتني بسبب ان انا ما كنتش عارف الميعاد، ما كنتش عارف الساعه كام. كان الماتش بدري شويه، على كان تقريبا الساعه 4 5 انا فاكر. مش بجد والله مش فاكر. انا فاكر. الماتش فاتني. فبقى دايما ايه عندي فوبيا ان انا يفوتني ماتش. بقيت لازم اجيب الجورنال من تحت البيت كل يوم عشان اعرف ايه الماتشات اللي عندي تاني يوم في ايه. تاني يوم في ايه. أيوه. وكنت فعلا بعرف يومها. يعني مش دايما ابقى عارف ان مثلا الاهلي او الزمالك او المنتخب هيلعبوا يوم الخميس الجاي، لا دي انا النهارده في ماتش النهارده. وساعات كمان في الايام اللي انا اقعد فتره مثلا ما اجيبش جورنال عشان اشوف المواعيد، تبقى مذيعه الربط، عارفه مذيعه الربط اللي كانت بتقول اما الان ننتقل الى اذاعه خارجيه، كانت هي دي اللي بتعرفني ان انا في ماتش. انا قاعد النهارده بتفرج على التلفزيون طول اليوم وانا كنت صغير عندي 6 سنين كده 5 سنين قاعد بتفرج. انا يا رب يكون في ماتش، يا رب بس يا رب يكون في ماتش. ايوه صح. فبدات حكايتي ان انا بجيب الجورنال عشان اشوف المواعيد. فلما عرفت الميعاد، القصه ما بتنتهيش عندي كده، في كلام كتير مكتوب. فبقرا الكلام الكتير اللي مكتوب من وانا صغير 7 سنين 8 سنين. فبدات ان انا ابقى حابب الناس اللي بتعمل الكلام ده. مين دول؟ مين الناس اللي بيكتبوا؟ الناس اللي واضح انه اكتر من شخص، ده في اسماء ناس كتير. الصحفيين لا انا عايز ابقى زيهم، صحفيين بتوع الرياضه. وكمان يعني الجورنال كنت بعد ما اخلص صفحه الرياضه كانت دايما تبقى في الاخر كده، او صفحتين في الاخر. فبعد ما اخلصها كنت بقرا اي حاجه جوه. فده بقى خلى برضو عندي ايه حته ان انا ايه مكون ذكريات كبيره عليا شويه، كبيره عليا في وقتها. اللي هو ايه اللي هو حادث ارهابي في الاقصر، مش عارف ايه بيحصل في الحته الفلانيه. انا فاكر في الاخبار كانت الصفحه قبل الاخيره هي يعني اخر 3 4 صفحات رياضه فيهم 2 رياضه، وبعد كده مش عارف صفحه كده، وبعد كده الوفيات بالظبط. وبعد كده بدات ان انا ايه علشان انا يعني انا كنت من نوع، انا كنت دحيح وانا صغير، ولما كبرت لا، بس انا كنت بذاكر كتير يعني. فكنت انا احب اشوف اي حاجه اقراها. والهوايه دي عندي يعني موجوده عندي لحد دلوقتي، ان انا ما ينفعش يعدي عليا حاجه مكتوبه ما اقراهاش، لازم اقراها. فانا وانا بشوف الكلام ده ان انا اشوف ابدا افنن بقى، هو ايه الخبر اللي موجود في الاخر حطوه في الاول لوحده ليه؟ اشمعنى؟ لا ده في موضوع بقى. يعني انت من صغرك انت مش عارف ده ايه، بس انت الصحافه والاعلام من قبل ما اعرف وانت صغير، من قبل ما اعرف انت عايز تبقى ده، انت حابب تبقى ده. وفرجتي على التلفزيون وحب اللي انا والدي ووالدتي بيحبوا الفن، الافلام والاغاني وكده، ام كلثوم وعبد الحليم، افلام قديمه وكده. فبقيت ان انا ايه مركز مع الكلام ده، وبقيت عارف ان الناس دول بيصورون بكاميرا. فبدا الموضوع حتى لما كبرت شويه اتطور معايا من اللي هو مش بس جورنال، لا ده كمان تلفزيون. لحد ما جات لي فرصه مش فاكر ازاي ان انا ابقى موجود في برنامج اسمه دنيا الاطفال. ودي كانت اول مره في حياتي اشوف كاميرا. رحت ماسبيرو، كانت سنه 98. تمام. انا شفت الفيديو ده عندك، شفته عندك على الفيسبوك. ان انا اول مره بقى ادخل في حياتي استوديو واشوف كاميرات، حاجات بتطلع وحاجات بتنزل، وايه ده يوم ما يتنسيش طبعا ده بالنسبه لي. طبعا اللي هو كان في اغسطس تقريبا، مش عارف ولا في سبتمبر، انا كنت فاكر الشهر بس نسيت والله. 97 كنت في اولى ابتدائي. فساعتها بقى قلت لا انا المكان ده بتاعي. لدرجه ان انا حتى في الفيديو اللي انا كنت حاطه ان انا عيني على الكاميرات بره وعيني على الناس اللي شغالين ورا الكاميرا، مش على اللي بيتقال خالص. انا ما كنتش طول الحلقه خالص، انا قاعد مركز على اللي بيحصل. فبدات بقى اتعلق بالموضوع. دخلنا يعني كليه اعلام وخلصت. والدي كان عايز يدخلني هندسه بس انا كنت لا مش ماليش انا في جو الهندسه خالص، صعب عليا قوي. انا مش عارف، انا حاسس ان انا من الناس مش عارف اقول كده، بس من الناس قليله. انا والدي الله يرحمه كان عايزني ابقى مهندس، وانا كنت عايز ابقى مهندس برضه. يعني تلاقينا احنا الاثنين ما كانش عندي مشكله في ان انا لا مش عايز ابقى مهندس لا انا كنت بريحه بقى. هو حاضر حاضر عايز مهندس، حاضر هذاكر واجتهد اكتر عشان ابقى مهندس. اللي هو حتى كمان اللي هو مهندس، هو كان نفسه يشوفني ضابط. لا ده كلنا كده. لا ما عارف، مهندس ضابط زي اي بيت مصري ضابط. بس هو بقى والدي كان حريص جدا على ان هو يحقق حلم، ان احنا مش مجرد كلام ان احنا نفسنا وخلاص، لا ده احنا بننفذ على ارض الواقع، لازم نعمل حاجه اللي هو ونذاكر ونجتهد ونحط قدامنا تارجت وبتاع. اللي هو حاضر، بس لا انا مش شايف نفسي غير تلفزيون، اعلام رياضي او صحافه، ابقى صحفي رياضي. ان انا حلم حياتي ان انا اكتب يبقى ليا عمود في مكان، بالعقليه بقى القديمه، لا عمود في الجورنال. هياخدنا لاول مكان تبقى موجود فيه في الاعلام. يعني انا عارف ان انت كنت في الجول، وقبلها كنت في دوت مصر. ده اول مكان دوت مصر ولا في قبله؟ لا في قبله طبعا. في قبله قصص. قول ده كان في جريده ورقيه. دي الجريده الورقيه اللي انا اشتغلت، الوحيده اللي انا اشتغلت فيها، ومبسوط ان انا لحقت الجو ده،
لان كان اسمها ايه؟ لا اسمها خبر بلدنا، جريده ما حدش بيقراها غيري انا وبابا وماما بس ما حدش بيقراها تاني وانا كنت ساعات ما اقراهاش كمان يعني. فدي اشتغلت فيها فتره. كان أول حاجة. نظام الشغل الورقي مختلف تماما وكلاسيكي ما حدش بيعمله دلوقتي، فمبسوط ان انا لحقته صح. يعني حتى الجرايد الورقيه النهارده ما بتشتغلش بالاسلوب القديم، لا انا لحقت الاسلوب القديم في 2010. ما افتكرش امتى اخر مره جبنا جورنان يعني. انا مش فاكر. انا مش فاكر انا مش فاكر فعلا. تمام. فاشتغلت فيها فتره، اشتغلت فيها حوالي سنه. خدت 30 جنيه. 30 جنيه على فكره يا جماعه 2010 دي مش رقم برضه، عشان ممكن الجيل الصغير يفتكر يقول لك ده 30 جنيه كان رقم قليل برضه، كلام فاضي يعني. تريننج يعتبر يعني على السنه. على السنه. على السنه يا نهار ابيض في الشهر. لا ده رقم قليل جدا فعلا. لا ده مش رقم اصلا، ده تمرين فعلا. انت متطوع عشان تسكت. كنت متطوع. خد 30 عشان تسكت. تمام. لما قامت الثوره وكده اشتغلنا فيها، حاولنا. كنت بشتغل في الكوره رياضه، كنت مسؤول ان انا اغطي اخبار نادي الزمالك. اتبهدلت طبعا، لان انا كنت اروح عند نادي الزمالك اللي هو عيل عنده 20 سنه عايز يخش يقول لك انا صحفي. صحفي مين يا حبيبي؟ امشي اطلع بره. ما لازم الكارنيه بقى وانا لا معايا كارنيه ولا معايا كنت لسه بدرس اصلا. واخد بالك انا قعدت في الكليه شويه انت مين انت؟ كنت عاني، فكنت اضطر ان انا ابني علاقات مع الامن عشان اقدر ان هو يدخلني. اللعيبه اللعيبه وهي خارجه حفظتني من كتر ان انا بتخرج تلاقيني من النادي مش من الملعب. انا واقف بره على الشارع بره. كنت اقعد على الرصيف مستني اللعيبه وهي خارجه على امل ان انا اخد منهم تصريح او حاجه كده. فحفظوني هم كمان، فبقيت وجه مألوف، فبقوا يدخلوني نادي الزمالك في 2010 لحد ما قامت الثوره. طبعا انت عارف لما قامت الثوره بقت مصر كلها بتتكلم في السياسه. بقت كل محلل سياسي. صح. فبقى حتى كمان اللي بيشتغل في الصحافه الرياضيه بقى كمان يشتغل في السياسه. صح. فاشتغلت في السياسه سبحان الله. انا ودي حاجه اكرهها جدا ان انا اشتغل. صح. مع اني متابع وعارف كل حاجه، بس عارف كل حاجه من اللي انا متابعه. اكيد مكون طبعا. فيه وجهات نظر وحاجات. بس لما نيجي نشتغل بقى اضطريت ان انا امشي حالي اشتغل فيها لحد ما سبت اللي هي خبر مصر. بعد كده رحت موقع راديو حريتنا. مش راديو حريتنا بقى الموقع بتاعه. وانا بدين الفتره دي بعمري، لان انا اتعلمت فيه او اكتشفت فيه ان انا ما بعرفش اكتب. بسبب زمايلي اللي معايا اللي علموني وزمايلي اصغر مني. اصغر مني مثلا بحد 3-4 سنين. هو بيقول انت اللي ما بتعرفش تكتب مثلا الهمزه الالف اللينه ومن اليه الدنيا دي كانت عندي مش مركز فيها خالص. علموني وبدات ان انا واحده واحده كده. قعدت معاهم حوالي مثلا 6 شهور في راديو حريتنا. رحت بعد كده الدستور. قعدت 2-3 في الدستور، ما طولتش لان كانت فتره برضو تعتبر تدريب. صح. لحد ما دوت مصر بقى. بعد كده دوت مصر محمد المحمودي كان بيحكي قصه على فكره عن ان انت ازاي اصلا رحت او كنت عايز تروح دوت مصر. ان انت كنت بتشوف المكان اللي بيصور فيه المحمودي. انا القصه اللي حكيتها لك في دقيقه ديت اللي هي من ايام خبر مصر والثوره والخبر بلدنا والثوره وموقع راديو حريتنا. الفتره دي والدستور الفتره دي كانت صعبه قوي وكانت طويله جدا وكانت مليانه معاناه. كل ده ما باخدش فلوس وكل ده مش عارف المستقبل رايح فين. وكنت خلاص تقريبا قررت او قربت اقرر ان انا مش هشتغل في الصحافه والميديا خلاص. لان كان دايما بيتقال لي من ساعه ما بدات ان انا قلت ان انا عايز ابقى صحفي. الصحافه تاكلش عيش. ده كل اللي بيتقال لي ان هو لا لازم تبقى تعرف حد، لازم مش عارف ايه، لازم واسطه مهما كنت شاطر وكلام محبط بقى كتير. صح. فانا كنت قررت استجيب للضغوط دي. لحد ما جيت في مره انا قلت بقى خلاص انا فاضل لي مره واحده محاوله تاني. اخر محاوله اللي جايه دي سبحان الله بعد الدستور. ان انا بعد كده يعني انا كنت في مرحله شك في نفسي. ان لا اكيد انا وانا بعرف اعمل ده ولا لا. ممكن اكون موهوم. فقلت بقى خلاص انا هجرب واشوف. انا كان قدامي نجوم الاعلام الشباب اللي لسه مش معروفين قوي بس معروفين للي مهتمين. صح. مين بقى؟ احمد عز، محمودي، امير عبد الحليم، احمد عطا. بعض الناس كده ايه اللي هو لا انا الناس دول انا عايز ابقى زيهم. عايز اعمل حاجه شبههم. اقول لك على حاجه، انا فاكر اول مره احمد عز طلع مع كابتن مدحت شلبي في مساء النوار. كان عنده فقره في بعد البتاع ده اللي بتاعت الصحافه في الاخر. كان الكلام ده 2009 تقريبا. قبل كده كمان. انا فاكر احمد عز لما طلع ساعتها قال لنا الفقره الثالثه هنقرا الصحف
مع زميلي احمد عز. كان دايما بيجيب الضيف بتاعه يقرا معاه في الاخر، كان يجيب صحفي في فانا الآخر فاكر يتكلم احمد عن عز الشباب. اول مره طلع فيها كان بقى بدايه ناس جيل مختلف تماما. بالظبط. وبعد كده كان محمودي على طول برضو. بالظبط. زائد ان انا كنت اعرف عز ومحمودي من قبل ما اعرف شكلهم، اعرفهم ازاي من احمد عز. كان بيعمل مقال اسمه قالوا هذا الشهر، كان مقال شهري بيقول الاعلام قال ايه الشهر ده باسلوب حلو جدا. وحتى انا لدرجه ان انا ما قابلته بعد كده لما بقينا اصحاب بعد كده اقول له انا نفسي اشوف قالوا هذا الشهر تاني، وحشتني. انا المحمودي الفيديوهات بتاعت في الجول اللي كان فويس اوفر، كان في كذا فيديو لمارادونا وفيديو مش فاكر لمين. ما الحاجات دي انا لاحقا بقى، دي اللي اشتغلت فيها الحاجات دي. مين ده يا جماعه؟ مين الجامد ده؟ لا انا بقول لك بقى انا عارف محمودي من قبل كده. محمودي كان في راديو اونلاين، مذيع في راديو اونلاين من 2011 تقريبا. صح او حاجه كده. عرفت ده. فانا كنت اعرف صوته من قبل ما اعرف شكله. ولما بقى مع السوشيال ميديا كده بقيت اعرف محمودي، بقيت اعرف عز، بقيت اعرف احمد عطا، امير عبد الحليم، اسماء شباب كتير. انا حاسس ان هم دول اللي جايين، مع احترامي الكامل للاساتذه الكبار اللي انا حبيت اصلا اصحاب بسببهم طبعا يعني. بس انا حاسس ان دول اللي جايين. فانت قلت اخر فرصه تبقى مع حد منهم، ابقى اروح لحد منهم اقول له شوفني انفع ولا لا. بس فعملت يعني ايه بقى؟ لو ما ينفعش مشين يعني، بس قول لي بالسلامه. بقيت انزل اشوف كل حد مكانه فين، وادور في الشوارع وانا مش عارف عنوان ومش عارف، مفيش لوكيشن. فكره الجي بي اس انا عرفتها بعد كده تقريبا، ما كانش في حاجه اسمها جي بي اس. بقيت ادور لحد ما في مره شفت صوره المحمودي مع حازم امام واقفين في بلكونه في دوت مصر متصورين صوره عاديه جدا. محمودي حاططها وعلى قلب كده وكاتب كلمتين لحازم امام ومصورين في البلكونه. بس فانا شفت الصوره دي وراه في فندق اسمه جراند حياه. طبعا. فهو كده في فيو جراند حياه. بس يا ترى في كام مكان في مصر الفيو بتاع جراند حياه؟ كام عماره؟ دورت. كام شارع؟ نزلت بقى بقيت اروح اشوف الاماكن. مثلا كنت اروح فين يا ربي؟ كان في الدقي تقريبا، من الدقي، كورنيش الدقي. كنت اروح كورنيش الدقي، انا شايف جراند حياه بس مش ده الفيو اللي في الصوره. خد بالك كمان انا ساعتها ده انت والله خد بالك بتدور زي ما بيقولوا في ابره في كوم قش فعلا. بالظبط. فلا مش ده الفيو، ده تقريبا الفيو كان الناحيه الثانيه. فاروح الناحيه الثانيه اللي هي ممكن تكون التحرير، ممكن تبقى المانيال. اروح المانيال. لا مش هي دي. طب انا المفروض اكمل شويه، اكمل قدام شويه ولا لورا؟ ومش عارف ان هو في حته في موقع اسمه دوت مصر. لا انا عارف موقع دوت مصر. بس مش عارف تدور هو فين. دورت على العنوان بتاع دوت مصر مش لاقيه على لا على الموقع ولا على صفحتهم ولا في اي حته. يعني خد بالك بتصوروا فين يا جماعه؟ خد بالك رغم الاهتمام، يعني رغم ان هو كان بدايه الطفره في عالم الديجيتال في مصر، بس برضو ما كانش اهتمام بالسوشيال ميديا. كان اهتمام بالموقع نفسه مش السوشيال ميديا. مش قادر ان انا من خلال السوشيال ميديا اعرف الموقع دوت مصر فين، مكانه فين. وفضلت تشوف كل الشوارع زي ما بيقولوا والبيوت فعلا. والبيوت لحد والله زي محمد محي كده. اقسم بالله في كل الشوارع انا بحلف بالله، اقسم بالله ده اللي حصل بدون اي مبالغه. يعني مش بحط حاجه من عندي. لحد ما رحت مكان كده هو ده الفيو. قعدت قد ايه تدور؟ وانا هنا قعدت حوالي 3 اسابيع تقريبا، يعني اقل من شهر حاجه. كل يوم بتروح؟ كل يوم بروح الاماكن انا مش عارف هي فين. لحد ما وعلى فكره كنت بدور على حاجه تانية كمان. يعني حتى كنت بدور على مكان في الجول اللي انا عارف اللي هو في المهندسين، بس مش عارف فين في المهندسين. وكان حتى حد من صحابي بيقول لي طب انت بتدور على موقع في الجول وده هما بيكتب فيه ناس شطار جدا، ناس مميزين جدا. صح. طب انت ياخدوك ليه؟ ما انت ما فيش اي حاجه في الارشيف بتاعك تقول انت كنت شاطر جدا، لان انا نفسي ما كنتش راضي عنها. صح. عن الحاجات اللي اتنشرت لي. وانا مش راضي عن الحاجات اللي ده مش انا برضه. فهتروح تعمل ايه؟ فكنت بدور على في الجول برضه، وجول لحد ما اتصدمت بعد كده عرفت ان الجول ملهمش مقر. كل حد بيشتغل من بيته، كانت حاجه كده يعني مش فاكر. لحد ما وصلت في الاخر للفيو بتاع ده موقع دوت مصر. وهنا كانت محمودي مع قابلته وقلت له انا ولا يعرفني ولا انا اعرفه قبل كده خالص. اعرفه من شغله يعني. قلت له انا اسلام حسن، انا كنت عايز اشوف لو في فرصه شغل هنا ولا لا. قال طب تمام هشوف لو في فرصه هكلمك. طب تمام. بس كل ده عشان دي 5 دقايق دول هنبقى نكلمك. اللي هو الجمله المعتاده يعني. فخلاص انا بخيبه امل بقى نبقى نكلمك. بس في خيبه، مش بس خيبه امل بقى، بس في فرحه ان انا وصلت في الاخر اللي انا عايزه في النهايه. يعني رغم ان في نتيجه تبدو محبطه بس انا في الاخر انا لمست حاجه. صح. انا عرفت المكان ده فين. فروحت اتاري موقع دوت مصر. حظي في اليوم ده في حد مشي. يعني شوف ربنا بقى، يعني ربنا شايف تعبي ده كله
ومخليني اتاخر وادور كتير عشان لحد ما توصل في اليوم اللي حد فيه مشي. اللي فيه حد مشي. اه ومحتاجين حد بيتكلم في الكره العالميه، الكره الاوروبيه وكده. وانت حد ساعتها طبعا انت مشجع انا مشجع يوفنتوس لليوفي والكره الايطاليه بشكل عام يعني. مم. فلقيته بعدها بحوالي 3-4 ايام لقيت رساله من محمود على الفيسبوك. 3-4 ايام. طب كويسنا ما لا مش كتير خالص. انا قلت بقى هنبقى نكلمك، دي هنبقى نكلمك معروفه خلاص دي. بقى. لا كام شهر لا وردوا عليك السي في وهنبقى نكلمك. لا ده هو فعلا هو قال لي بعت لي السي في. قال لي ابعت لي السي في وهنبقى نكلمك. بعت له السي في لما روحت وانا عارف ان هو مش هيكلمني. اتفاجئت ان هو بيكلمك وقال لك انت اللي ينفع تيجي بكره الساعه 12 الظهر. كان يوم 2 انا فاكر والله. تيجي بكره الساعه 12 الظهر. قلت له حاضر اجي لك وبتاع. طبعا ما كنتش مصدق انه الموضوع كده. قلت بقى هروح الانترفيو ده هيعمل ايه وبتاع. رحت قال لي لو ينفع تبقى شغل من بكره. قلت ايه ده من بكره؟ لا انا مش هينفع وبتاع. بس الحمد لله دي من هنا بدات الحكايه. ومن ساعتها بقى انت خلاص قعدت يعني لقيت ان اخر محاوله هتعملها عشان تبقى موجود في المجال ده لفقت بالبلدي زي ما بالظبط. ظبطت معايا اخيرا بعد كل الحكاية. حسيت انت خلاص دي اشاره بقى ان انا فعلا هبقى موجود في المكان ده. اشاره بس في نفس الوقت كان في المجال انا كنت حاطط لحد وقت قريب جدا على فكره ان هو طب انا لا انا هشوف حاجه تانية ولا لازم ابقى عامل ستاند باي. تمام. ان انا هشوف حاجه تانية عشان لو حصل حاجه. قعدت قد ايه في دوت مصر؟ قعدت في دوت مصر من 2014 لحد افريقيا 2017. ماتش بوركينا. طب كان يوم مشيت يوم ماتش بوركينا والله. لو ضربات الجزاء ده. ضربات الجزاء مشيت في اليوم ده. وبعد كده رحت في الجول. وبعد كده في الجول صح. قعدت في الجول لحد كاس 2018. مدرسه في الجول ده. في الجول ده انا اشتغلت مع فعلا اشطر ناس. 90% من الناس النجوم اللي على الساحه دلوقتي من في الجول تقريبا. وكمان يا اشرف بخلاف على المستوى المادي، على المستوى الانساني كمان. انا احسن ناس عرفتهم في المجال كله اصحابي. كونت اصحاب من في الجول. ففعلا كانت ناس انا كنت بحب الفايبس اللي هناك. احب اقعد هناك. انا خلصت الشيفت بتاعي. انا هكمل. انا مبسوط معاكم. بعد الشغل. انا مبسوط. فبس في الجول خلصت 2018. دي كانت اخر حاجه ليها علاقه بالصحافه اصلا. ان انا في شغل ان انا ابقى بكتب في موقع في 2018. صح. وبعد كده بقى دلوقتي انت خلاص يعني او رحت اون في 2016 على فكره في النص يعني. ما لسه هقول لك اون بقى جت منين انت تبقى 2016 ازاي بقى؟ كان المفروض ان في كانت القناه لسه جديده. طلعت في الصيف في اخر الصيف كده. لحد ما هم المفروض الاستاذ اسامه الشيخ كان رئيس القناه وقتها. كان كل خطته ان هو يبني اعلام بالشباب المذيعين ووجوه جديده وكده. كان بيتعمل برنامج للدوري الايطالي لاول مره يتعمل برنامج. ده برنامج اصلا للكره العالميه مش موجود. كان معاه دكتور عادل سعد وكان معاه عمر عبد الله وكان معاه امير عبد الحليم تقريبا كان بيبقى امير عبد الحليم كان موجود. في ناس كتير عدت على البرنامج. فلازم هنعمل برنامج عن الدوري الايطالي اللي هو برنامج كره عالميه اصلا مش موجود على الساحه. نعمل برنامج كره عالميه بس. نادر لما تلاقي حاجه زي كده. كمان دوري ايطالي اللي هو مش ملوش شعبيه زي زمان. ما بقاش زي التسعينات والثمانينات كان هو الدوري الاشهر بالظبط. انما الفتره دي الدوري الانجليزي والاسباني فهنعمل برنامج عن الدوري الايطالي. فلما كلم محمودي فبقى في حد لازم يبقى يشتغل معاه يكون بقى اللي شغالين في البرنامج ده بمواصفات خاصه يعني. مين دوري ايطالي يعني هيحب الدوري الايطالي. المواصفات الخاصه انه يكون بيحب الدوري الايطالي بغض النظر عن شاطر ولا مش شاطر يعني. في البدايه كانت من هنا. انا حتى انا فاكر رحت اول يوم معاه كده انا مش رايح عشان اشتغل ولا حاجه. وبعد كده بقى لما لقيت مكالمه منهم اللي هو لو هتكمل معانا 2016 من ساعتها لحد النهارده داخلين في 19 سنين ولا لحد دلوقتي. طيب خليني اقول لك ان مثلا في نقله بعد كده وانت في اون هي هاتريك. بدأ شويه يبقى في بدايه. انا اظن دي بدايه الكواليس. بدايه انها تبقى متشافه. انت في تقارير اتعملت من ماتشات. انا فاكر بالظبط في مثلا اللي انا فاكره دلوقتي على الذاكره كده ان ماتش الاهلي وبيراميدز اللي خلص 3-2 وقفشه كان على الدكه وانت كنت جايب اللقطه دي كلها. مظبوط. اظن دي كانت بدايه شويه الموضوع الكواليس ده صح. بالظبط. انا كنت برضو كانت فكره الكواليس اللي هي مسيطره على دماغي ان انا هروح الماتش ومعايا كاميرا ونجرب. المفروض احنا عايزين نصور اجواء الماتش كواليس ماتش. لو لقينا ما لقيناش خلاص يعني مش مضطرين لحاجه. الفيديو كان حلو جدا بصراحه. انا عايز اقول لك اصلا انا كنت ناسي ان بدايه تنفيذ حاجات الكواليس من هنا يعني. انا كنت ناسي الحته دي. ورحت ماتش. انا ذاكرت الاسبوع ده جدا. ففعلا انا نزلنا الملعب
كان الشوط الاول، خلصنا الشوط الاول، المنظمين اكتشفوا ان وجودنا في الملعب مش قانوني وهم كانوا صح. فطلعونا المدرج. انا ما كنتش صورت حاجه في الشوط الاول، فكان كل املي ان انا الاقي حاجه في الشوط الثاني، طبعا لاني هنخلص الماتش، والمفروض ان اول الماتش ما بيخلص برنامج هاتريك بيطلع من القناه وانا هنا في الاستاد. صح. فحتى مش هلحق ابرر لهم انا ما صورتش ليه. صح. مش هعرف شغلك راح اصلا خلاص يعتبر. فانا في الشوط الثاني فوق في المدرج. انا ما عرفتش اجيب حاجه في الملعب، هجيب حاجه من المدرج. لا انت لازم تبقى موجود في المدرج. وكان لازم بقى ابقى بنفذ الطلبات ديت، لان انا وجودنا فعلا كان غلط. واحنا كانت غلطه مش مقصوده مننا يعني. فطلعنا مقصوره الصحفيين اللي هي بتبقى زاويه عكسيه. ايوه انت كنت اللي هي في وش الدك. طلعنا فوق وانا محمل بكل خيبات الامل ومخنوق، وانا خلاص شغلي راح. وماتش مهم مش جدا، ماتش عادي يعني. حتى انا فصلت عن الماتش، عن ابو ماتش كان حلو جدا. انا فصلت عنه. فبقيت قاعد مش عارف اعمل ايه. بنفتح الكاميرا. انا ما كنتش انا في الماتش ده، مش انا اللي كنت بمسك الكاميرا، كان معايا كاميرا مان موجود هو اللي بيصور. فقلت له انا بقول لك ايه، قفشه هناك بيعمل حاجه ما تخش كده عليه، يعني انا في حاجه هناك. فعلا كان ساعتها عمال رايح جاي يسخن ويرجع. كان كولر تقريبا كان طلب كان طلب منه يسخن بعد كده رجعه على التاني. فهو اتكلم مع الجهاز اللي هو متضايق، قعد بقى يشتكي ويشوح وكده ان هو رجعه. قعد، هو كان عنده امل ان هو يلعب في الوقت ده يعني دلوقتي. وقعد وسخن تاني وبعد كده ده كله لقطناه. وانا مش فاهم اصلا ده كله. انا الحركه اللي هي رايح جاي دي هي اكيد فيها حاجه، بس حتى لو فيها حاجه انا مش عرفني، انا بصور وخلاص. صح. فسبحان الله يعني نزل جاب الجول. هو كان عايز بقى اللعيبه حطوه كان هيروح كان هيكسر عايز يجري على كولر، عايز يروح على محمد عبد المنعم مسكه واكرم توفيق مسكه فلقيت انا بعد لما قفشه جاب الجول، انا لحد ما هو قفشه بيجيب الجول انا ما اعرفش، انا ما ربطتهاش باللقطه ان هو كان متضايق. فاول ما جاب الجول لقيت اللي هو عايز يروح على كوره اللعيبه تمسكه، قلت ده هو بقى اللي كان. فقمت جايب الماتيريال دي وبعتها لهم في القناه، وكلمت محمودي اللي هو طالع الهوا كمان 5 دقايق. على فكره محمودي من الناس اللي هو بسم الله ما شاء الله عليه، اللي انت تديله كلمه هيفهمك. خلاص يعني انت عرفه الدنيا. ذهنه حاضر، بسم الله. انا كمان شهادتي فيه مجروح، اللي هو ذهنه حاضر بشكل كبير جدا. فيدوب انا بعت له رساله وانا عارف انه مش هيرد عليا لان هو خلاص هو داخل الهوا. فبعت له رساله قلت له حاصل 1 2 3 انا مش متاكد، شوف الماتيريال. انا كنت قفشه رايح جاي، انا ما اعرفش ايه اللي حصل. وشوف الجول وطالعين هوا خلاص كمان 5 دقايق خلاص طالعين هوا. قلت له شوف الكليب الاولاني وشوف الكليب اللي جاب فيه الجول وكان اللعيبه محوطه ليه، شوف انت وربنا معاك بقى. انا ما اعرفش هل في ربط بين ده وده ولا لا. عشان كده كان الكريدت الكامل ليه، هو اللي قدر ان هو يجيب الحاجه ويربط بين الموقفين، مش انا. انا وانا في الملعب وانا خارج من الملعب مش متاكد، مش حاسس ان دي ممكن تبقى لقطه تعمل حاجه، مش متاكد. مش عارف في ربط ما بين القلق اللي كان على الدكه وغضب قفشه ولا لا. لان انا مش عارف حتى اعيد الفيديوهات تاني عندي. هو فعلا الفيديو اما بقى خلاص اتحط على الهوا واتعمل كان باين ان في لا في ربط بين الاثنين. قفشه كان بيتكلم يا جماعه انا عايز انزل. هو كان محمودي حتى انا شفت الفيديو ساعتها واتفرجت عليه طبعا الاسبوع ده، ان هو كان بيقول انا عايز انزل، انا حاسس ان انا هعمل حاجه. مش فكره ان هو بيعترضه بس يعني. بالظبط. فهنا خد بالك برضو ان دي من الحاجات اللي عرفتني ان الكونتنت ده بياكل مع الناس جدا. اللي جه انا ما اعرفش فيه ولا لا، ان في فقره جت عليها رعايه. يعني في فقره الكواليس دي اللي هي في الاول في هاتريك. ايوه صح، جت عليها رعايه برعايه كذا. انا عايز اقول لك يعني شهاده حق هاتريك محمد المحمودي الفريق كله الموجود كان في سوبر ليج بالذات لما خلاص بقى فيه بقى برنامج يطلع على طول. كان في حاجه مختلفه بتتقدم عن كل الاستوديوهات التحليليه او كل البرامج التوك شو اللي علاقه بالكوره. كان دايما بيتكلم عن الكوره العالميه وكده، بس حتى اما نقل على الكوره المحليه في حاجه مختلفه بتتقال. خد بالك ان محمودي بسم الله ما شاء الله عليه، انا اكتر واحد في الدنيا ما اقدرش ان انا او بحس فعلا ان انا شهادتي مجروحه ان انا لما اجي اتكلم عنه بشكل ايجابي. لا وانتوا كمان التيم كله كاني بتكلم عن نفسي، لكن بجد برنامج هاتريك محمودي بيعمل فيه كل حاجه. بيعمل فيه كل حاجه، بيساعدنا في كل حاجه. بالافكار هو دايما هو ذهنه حاضر في كل حاجه. طلباته تبقى احنا كناس شغاله معاه، محمود بيطلب حاجات كتير قوي وبنتعب قوي، بس هو عشان راجل حريص قوي على الشغل.
هو دايما عايز يبقى مميز، دايما عايز يعمل حاجه لا مختلفه. وانتوا ما شاء الله ما شاء الله وكمان هو فريق ربنا محترم يبارك له. بجد هو والله. محمودي كمان حتى ميزته ان هو ما بيحبش ان هو يطلع يرتجل. لا انا هرتجل باسلوب معين، لازم يكون صح. في موضوع اطلع مم. اتكلم فيه. يقولون في 100 عقد يقولون في كل مكان. اتمسكت عليه صحيح. بنوجه له طبعا التحيه الكبيره. طيب احنا في جزئيه برضو حابب نتكلم فيها. انت طبعا الشغل يعني خلاك تسافر في كذا مكان، بس اكيد اهم مكان هو انت رايح بتغطي افضل لاعب في العالم بالون دور. احكي لنا بقى كده عن كواليس ان انت كنت موجود في حدث زي ده. بالون دور 2021 انا كنت الفتره يعني لحد 2021 كنت عمري ما خرجت بره مصر، يعني ما سافرتش قبل كده لحد 2021 لحد 2021. وكانت حته ان وانا بحب السفر جدا، بس ما كانش جات فرصه. وكان نفسي من زمان جدا. انا مثلا كان في فيلم اسمه تايه في امريكا. تايه في امريكا خالد نبوي؟ لا امريكا شيكابيكا بتاع محمد فؤاد. الفيلم اللي ما حدش بيحبه غيري تقريبا ولا مش عارف. لا فيلم جميل انا بحبه جدا. فانا كان نفسي ان انا اتوه في اوروبا. ده وانا صغير اتفرج ده تبقى تايه هناك. دي حلوه قوي. بقى تايه. طبعا جربتها ما كانتش حلوه خالص والله. فانا رحت متاخر عن زمايلي بسبب ظروف تاشيره وكده. ف 2021 كانت المفروض ان الاون بتغطي حفله البالون دور اللي فاز بيها ميسي. 2021. لا احكي لي كل حاجه بقى. كل حاجه مش الكواليس. انا رحت لوحدي. سافرت لوحدي، هم كانوا كلهم هناك وانا رحت لوحدي. لما نزلت في المطار كانت الشنطه ضايعه، وكان في قصه كده يعني. شنطتي ضاعت في المطار هناك، بدايه سيئه جدا. ونزلت من غير شعب، كان بتليفوني بس وبتاع. وكنت مطبق قبلها وما عرفش انام في الطياره، فبقى تاني يوم في فرنسا يعني مطبق من امبارح. بدايه مشرقه بالتفاؤل. وتليفوني فاصل والشاحن في الشنطه. انت تايه فعلا كده؟ انا نزلت تايه. ومفروض ان الحفله بكره تاني يوم. يعني انت كمان نازل؟ لا سوري، الحفله النهارده بالليل. اليوم اللي نزلت فيه انا وصلت المطار شارل دي جول بتاع باريس ده الساعه 6 الصبح. والحفله في نفس اليوم 9 بالليل. فانا المفروض ان انا اروح يا دوب بقى اروح الاوتيل الحق انام. انا لا معايا اوتيل ولا معايا اي حاجه. شنطه ولا معاك حاجه؟ انا معايا تليفون بس. تليفون فاصل شحن وماشي في الشارع وبتاع، لحد ما حصل قدرت اوصل لهم واشحن تليفوني في اي كافيه كده يعني. وانا بعد ما تهت في الشوارع ومش عارف اسم المكان ايه، وما حدش بيساعد حد هناك، مش زي هنا. انا فاكر ان انا هنا زي شبرا. ان انا لو اسال حد بقول لك ايه هو الخلفاوي فين بعد اذنك، هيقول لي امشي على طول، فعارف صلي على النبي، عارف كده. هو قال لك فين؟ مفيش بقى الكلام ده هناك. اسال اي حد يقول لي ما اعرفش. اي حد حتى لو عارف ما يسمعش مني. اي دونت نو على طول كده. طب يا جماعه اعمل ايه؟ لحد ما في الاخر قدرت يعني ان انا اشحن التليفون واوصل لهم. وصلنا الاوتيل الساعه 4 أو 5 كده، وانا نمت. يعني انا نمت بقى خلاص، انا تعبان، انا بقالي داخل على اليوم الثالث ما بنامش. والحفله الساعه 9. هم راحوا وسابوني. ما كنتش عايز اصحى. انا عملت نفسي صحيت وبتاع، ذكريات جانبيه كده يعني. لحد ما صحيت على الحفله بالظبط. على الحفله وركبت اوبر يعني. وبجري ورحت. واصلا ما كنتش مصدق نفسي بقى. انا حاسس ان انا كنت بحلم. ليه؟ لان انت عارف ايه، لما الواحد يبقى احنا مجانين الكوره بالنسبه لنا، اللعيبه بتوع اوروبا دول اللي هم كانهم كائنات فضائيه، مش موجودين في الدنيا. مش هنشوفهم في الحقيقه. فبقيت ان انا بقيت واحد مع نوم ملخبط كده، وراح وجري. انا في احلام عصاري وشاف ميسي. انا بصحى من النوم بطلب اوبر عشان اروح الحفل البالون دور. انا بحلم بقى، ده حلم، ده مش حقيقه يعني. لو رحت ووصلت وبتاع، وانا وصلت على دخل الدوناروما، وبعدين ليفاندوفسكي معدي من قدام. انا بحلم. ايه ده؟ مين ده؟ مين دول؟ انا مكمل نوم. وبعد كده ميسي. معديين قدام وداخلين وانا لسه واصل. ما صدقتش بقى. بس بعد كده بقى على ما وصلت المحمودي، كان هو اللي بيقدم الحفله هناك. انا فاكر ان هو كمان عمل لقاء مع ميسي تقريبا. عمل لقاء مع ميسي. كان هو عمل لقاء مرتين تقريبا مع ميسي. ده كان واحد منهم. ومع ليفاندوفسكي برضه عمل معاه لقاء. وبس. طب انت يعني ميسي يعني شفته ازاي وانت خلاص بينك وبينه خطوات؟ انت اولا قصير قوي. انا ما كنتش متوقع كده. هو ده اللي مجنن الناس. بالحجم ده بجد يعني. يعني غير دوناروما مثلا، غير ليفاندوفسكي يعني. انا قصدي مش فكره ان هو يعني حد، لا انا قصدي ان هو فكره انت بتشوف نجم، سواء انت بتشجع بقى برشلونه بتشجعش برشلونه،
ميسي، فان انت تبقى شايفه قدامك ليها ذكرى يعني. طبعا عمرها ما تتنسي. انا كنت بحاول ان انا اتصور معاه ما عرفتش، بس ممنوع طبعا. ممنوع طبعا. هو حواليه جاردات كتير، فانا مش قادر ان انا اروح حتى اخد معاه سيلفي من بعيد. وحاسس ان شكلي يبقى وحش قوي لو رحت حاولت اعملها عافيه زي اللي بيعملوها، لان في ناس عملوها والله. من الناس الفرنسيين اللي موجودين في الشارع حاولوا يروحوا ان هو فعلا يتصوروا معاه سيلفي عافيه، فكانوا بيتخبطوا وبتاع، فانا ما كانش ينفع اخش في الموضوع ده. انا مش هين نفسي. اللي عملته بقى ان انا طلع تليفوني وهو صوره وهو داخل، ويكفي هاتفي شرفا انه بيصور ميسي يعني خلاص هو يفرح. الصوره دي على تليفوني يا جماعه، انا كنت موجود في الحدث، انا اللي مصور ميسي الصوره دي. بس كنا مش مصدق طبعا. بس رحله يعني مش هتنساها المفروض يعني. عمري ما هنسى، بقول لك اول سفريه ليا في مكان نفسي اروحه يعني. واحلى مكان رحته على فكره، احلى مكان بعد سويسرا، لان احنا بعد السفريه دي خلصنا ورحنا على ايطاليا. عملنا في ايطاليا حلقه في سان سيرو، في قلب سان سيرو نفسه. والملعب من جوه بقى، بشجع ميلان برضه انا اللبس وكده برضه. شعوري انا عايز اقول لك ان شعوري لما نزلت ملعب سان سيرو احلى من شعوري لما شفت ميسي والله، بكتير جدا. انت عشان بتشجع الدوري انت بتحب ايطاليا، بموت في الدوري الايطالي. بس انت مش اليوفي. انا اليوفي. لا انا قصدي انت مش في ملعب اليوفي. انا مش في ملعب اليوفي، بس ملعب اليوفي في الاخر جديد رغم حبي ليه، عشان ده في الاخر الملعب بتاع الفريق اللي بحبه. بس الملعب اللي مرتبط بيا اكتر ملعب سان سيرو. من وانا قد كده وانا حافظ شكل الملعب عامل ازاي، عارف شكل المدرجات من وانا صغير قوي. فانا دلوقتي في المكان اللي انا حافظ كل تفاصيله. انت حتى كان ليك بوست انا فاكر على الملعب، انه من الملاعب اللي صعب ان انت تتفرج فيها على ماتش. تصميمه صعب انك مش حكي صعب على ملعب سان سيرو. لا انت انا مش مدرك اللعيبه في الملعب لما الاستاد ده بيتملي بيلعبوا ازاي. المدرج كده. انا فاكر يعني انت في بوست عندك بتتكلم ان من ضمن الحاجات اللي ممكن معطله شويه تسويق الدوري الايطالي لا الفاسيلتيز، الامكانيات بتاعت الملعب. لان انا كنت دخلت قبلها ملعب حديقه الامراء ونزلت ارض الملعب وحضرت فيه ماتش، فشفت البنيه التحتيه في ملعب حديقه الامراء عامل ازاي. رحت لسان سيرو انا لقيت لوجو كاس العالم 90 موجود لسه. 90 موجود سايبينه زي ما هو، بمعنى ان محدش قرب من الحته دي من سنه 90. مهملينه تماما. الملعب بصراحه مش 2021 خالص وقتها يعني، مش حديث، مش عصر حديث خالص يعني. ده 31 سنه فرق كبير ما بينه وما بين. لما تشوف الحاجات اللي هي البسيطه، هي مش بسيطه طبعا. لما تشوف الحاجات دي تعرف ليه الدوري الايطالي ما بقاش زي الاول. عشان الحاجات دي، عشان التفاصيل اللي هي ليها علاقه بالصناعه الكامله، بقى الموضوع مختلف شويه. لكن يظل الدوري الايطالي احنا بنحبه يعني. اللي بيحب الدوري الايطالي هيفضل يحب الدوري الايطالي ايا كان. هو ليه دايما طابع خاص بالذات عند اللي هو الجيل بتاع الثمانينات والتسعينات، اوائل التسعينات كمان، عشان كان هو الدوري الوحيد في العالم. مش الدوري الاقوى، الدوري الوحيد اللي تتفرج عليه. لا وغير كده كل النجوم كانت هناك بالظبط. يعني كل النجوم لو جبت لما تيجي دايما بتعد في دايما الكلام مين احسن 5 لعيبه في العالم، البيك بتاعهم معظمهم كان في ايطاليا. احسن لاعب في التاريخ في التاريخ قصدي. ولازم اي لعيب، زيدان ورونالدو ومارادونا، لا ودايما اي اسطوره لازم تلاقي مسيرته لازم يكون عدى على فريق في ايطاليا لازم. وهتلاقيها من الفترات الافضل بالظبط يعني. في منهم البيك بتاعه كان في ايطاليا وفي منهم من الفترات الجامده فيها كان في ايطاليا. اللي هو وسبحان الله كمان اللي هو حتى لحد النهارده صحيح الدوري الايطالي مش زي زمان، بس اهو مودريتش بيروح وما خلصش ولا حاجه يعني. لا بس هو مش زي الاول طبعا. لكن في الاخر برضه هو عامل اضافه مع ميلان. طبعا مودريتش في اي حته بيكسب فريقه. مودريتش في اي حته احسن من لعيبه صغيره على فكره موجودين في اي دوري في العالم. مش بتكلم على الدوري الايطالي يعني. مودريتش مستواه احسن من لعيبه صغيره في ان هم نجوم. هو اسطوره، لعيب استثنائي يعني. طيب يعني انت دلوقتي احنا اتكلمنا تقريبا في الكواليس وفي الرحله مع وفي البالون دور. خلينا نتكلم شويه مثلا في اسئله تانية ليها علاقه اسلام. انت يعني بعيدا عن انت بتشجع ايه، مين مثلا اللعيب او الماتش، خلينا نتكلم على الماتش اللي انت يعتبر بتصور الكواليس، مش هنقول في 2025، قول لي على حقبه او سنه او فرقه كنت عايز تحضر الكواليس بتاعه ماتشاتها. حلو قوي السؤال ده. اي حدث تاريخي من الاحداث الجامده يعني. مثلا انسحاب الزمالك اللي في التسعينات، اللي هو الانسحاب الثاني
بتاع أيمن عبد العزيز؟ ادري عبد العظيم. بعد 5 دقايق لما ايمن عبد العزيز. لا مش ده، انهي واحد؟ التاني بتاع الجون بتاع كابتن حسام حسن. ده كان نفسي ابقى حاضر في الملعب وبصور كواليس، لان انا متاكد ان ده في كميه بلاوي. حاجات رهيبه الكاميرا ما قصتهاش. والجون مش اوفسايد يعني. كنت اتمنى ان انا ابقى موجود في الوقت ده. لا بس خد بالك برضو الزمالك انسحب مش علشان الجون، مش بس عشان الجون أيوة اوفسايد، صح عشان موضوع ادري عبد العظيم هو ما كانوش عايزينه. انا بتكلم ان الجون يعني هم بعد الجون انا نفسي، انا مش عارف الحلقه دي موجوده على اليوتيوب ولا لا، برنامج الكاميرا في الملعب للماتش ده، في بقى حلقه الماتش ده الكاميرا في الملعب، لو لقيتها على اليوتيوب شوفها بجد. اسطوره. نص ساعه انت بتتفرج على اسطوره من البدايه للنهايه، من اول اللقاءات اللي قبل الماتش مع الحكام، مصطفى الأدور طبعا، مع 5 حكام داخلين الملعب، داخلين استاد القاهره، هم نفسهم مش عارفين مين هيحكم الماتش. انت متخيل لما والحكام داخلين متوترين، ما بالك الجمهور عامل ازاي؟ ما بالك الفريق اللي هيخسر هيبقى عامل ازاي؟ لا والماتش كمان ككواليس طلع منه كواليس، ماتش فيه انسحاب بالظبط، وفي اهلي وزمالك على ده بناء على ده بقى حصل موضوع الانسحاب. فعشان الحاجات التوتر لو انت في الملعب كنت طلعت منه ماتيريال كتير جدا طبعا، وكلها كنت هتذاعها. مش بالضروره. لا الماتش ده تحديدا لا، مش دايما يعني. طب ايه تاني؟ ماتش مصر والجزائر 2009. انا الماتش ده ماتش الاهلي والزمالك 4-3. انا كنت في الاستاد ساعتها 4-3. انا حضرت الماتش ده في الاستاد. وعايز اقول ان انا الاجوال يا جماعه اللي انتم شايفينها في التلفزيون دي الحقيقه احلى بكتير. اقول لك على حاجه، انا مشجع اهلاوي، اكتر جون فرحت بيه جدا جون متعب، جون عماد متعب، اللي هو جون التعادل. يعني اكتر من الاجوان اللي هي بتاع تريكا طبعا، الجون التعادل عشان ده اللي رجع الاهلي للماتش. متعب كان ساعتها بقاله تقريبا سنه، او كان بقاله مش عارف يعني، قعد فوق 6 شهور ما يجيبش جوان، واداؤه كان وحش جدا. انه يرجع في ماتش الاهلي والزمالك بجون حلو زي ده، كنت فرحان جدا بالجون ده. لا وانا بقول لك كمان عشان كنت في الاستاد، كنت قاعد ورا، يعني كنت قاعد في الثالثه، فشايف الفيو من ورا. الجول اشرف جاي من حته متطرف جدا. بحس ان ده مش واضح بشكل كفايه في التلفزيون لحد النهارده. لا انا في دماغي، في خيالي النهارده لحد دلوقتي اللقطه اللي انا شفت منها الجول، اللي هو جاي من الطرف ولعبها في الزاويه. هو كان هيد من فلافيو وقطع من وراه من نص، من بعد دايره السنتر، وسبرنت واتطرف شويه يمين شويه يمين. لما حطها بقى في البعيده صح، هي دي بقى المتعه، حلوه جدا، لقطه مختلفه، اللي هو اي لعيب تاني كان ممكن اول حاجه او اي شوطه غالبا هتيجي في القريبه، صح، وعايز يصدها او لا، في الزاويه القريبه. هي اتلعبت في البعيده، صح، اللي هو من اقصى اليمين لاقصى الشمال. لا كانت حاجه. والجون بتاع جمال حمزه، الجون بتاع جمال حمزه ده من امتع الاجوان اللي شفتها في حياتي. حلو قوي لايف، جون حلو، لان هو برضه لحد دلوقتي تصويره ظلمه، ان هو ياخد الكوره ومعاه حد. لما استلم الكوره جوه 18 كان قدامه حد، وجسمه مش معدول، وسطه اصلا مش معدول، ولعبها بطريقه الكوره لفت الجون كده عشان كان قدامه حد. صح، ولعب في الضيقه. كان احمد السيد وامير عبد الحميد كان واقف في الزاويه دي، كان مايل مع الكوره. حلو قوي، جون حلو قوي. كل جون تقريبا حلوه يعني، حتى الجون بتاع تريكا جون حلو، وجون عمرو زكي ده الضغط دخل سبرنت عمالين نتكلم على الضغط وعلى اللعب على الكره الميته وبتاع. الراجل ده عامله من قديم الازل يعني. كان فرقتين يعني. طب قول لي على ماتش تالت بقى. بالمناسبه الماتش الاهلي والزمالك ده 4-3، الشوط الاول كان اسوأ شوط في تاريخ الاهلي والزمالك لو تفتكر. كان ماتش، كان شوط وحش جدا. ايوه صح انا بفتكر دلوقتي يعني بصراحه. خلص 0-0 وبعد كده الشوط الثاني خلص عمرو زكي بدا وبعد كده متعب. قول لي ماتش تالت. في جول شيكابالا برده كان حلو قوي. بس الجون بتاع جمال حمزه احلى. وعايزك تبص على الاسيست الثاني بتاع ابو تريكه تاني، يعني بص على مين اوله هتلاقي برضو الموضوع فعلا. ابو تريكه في الماتش ده كان في دالجو مخطط الاحمال. كان اول مره يجي مصر الاهلي. ابو تريكه كان قبلها انا عمري ما شفته ضرب السبرنت في الوقت الاضافي الرابع، لما ضرب السبرنت وعدى جمال حمزه وعدى علاء عبد الغني وعمل اوفر من نص ملعب. هو الجول ده اول مره تريكه، يعني انت بتتكلم ابو تريكه احنا بنشوفوش، او في ناس كتير بتشوفه مش اللعيب السريع، لكن انه في او حتى بدنيا واقف على رجله. يعني في ناس بتقول كده، مش عارف يعني، كل واحد ليه وجهه نظره طبعا. بس تريكه في الماتش ده بالذات، الشوط الاضافي الرابع سبرنت من الجون للجون، من الجون بعد نص ملعب بشويه. ولا كان كل اللي جون في الماتش ده كانت حلوه، احداثه كانت حلوه. حتى ابو تريكه في المسافات الصغيره اسرع من اي حد.
من اي حد اللي هو من نقطه لنقطه مسافه صغيره اه اسرع من اي حد. السبرنت اللي هو اول كام خطوه كده. اللي هو لما او مثلا لما يكون هو الشورت سبرنت. استلم الكرة على خط ال 18 ويخش سبرنت مع اي حد. يعني المفروض مين اسرع، ابو تريكه ولا شيكابالا؟ قطعا شيكابالا قطعا. في المسافه الصغيره ابو تريكه يسبق. يمكن. تكنيك جري غريب. لو سبرنت طويل لا طبعا شيكابالا 100% 100% يسبق. طيب قول لي على ماتشين. ماتش انا حضرته في الاستاد، ماتش الزمالك والرجاء نهائي افريقيا 2001. حضرته مع والدي 2002 قصدي. حضرته في الاستاد من اعلى نقطه في استاد القاهره برضه. ده وشفت الجون بتاع تامر حميد من كان يوم حلو. الجون كان متقدم قوي برضه. هو اصلا كان طول الماتش بيعمل الحركه دي قوي. بس شوطه حلوه جدا، شوطه حلوه جدا، شوطه قويه. هو صدها خدت ايده بالظبط كده. دي وماتش طبعا ماتش مصر والجزائر 2009 انا ما كنتش في الاستاد. طبعا الماتش ده جون متعب. والقصه بتاعت اجواء الماتش ده ينهر رياكشنات. جون متعب ينهر. عارف انت الرياكشنات اللي بعملها في الكواليس دي؟ انت كنت طلعت كميه رياكشنات وحزن ودراما وفرحه وكل طبعا. ده الماتش اللي هو كما يجب ان يكون واحد بيشتغل شغلانتي عايز الماتش ده. احنا كان في واحد جنب حازم الكديكي. كان تقريبا يعني ضرير كفيف اصلا. وصوته لو خدت بالك في واحد بيصوت جنبه. دي السويته تاريخيه. ده انا حافظ النغمه بتاعت السويته لحد دلوقتي. لا كان ماتش تاريخي فعلا. لا ماتش يعني دي الماتشات اللي انت كان نفسك تبقى موجود فيها. والله يا اسلام انا كنت مبسوط جدا بالحلقه دي. وانا اكتر والله. يعني الوقت عدى بسرعه جدا، في حاجات كتيره حاسس ان احنا المفروض نتكلم فيها. قول لي كده لو في حاجه انا كنت حابب ان انا اسالها لك وما سالتهاش. لا بالعكس، انا حاسس ان انا قاعد براحتي، مش حاسس ان في كاميرات وفي مايكات وبتاع. حاسس ان انا في دردشه جميله جدا، انا مستمتع الحقيقه والله. وانا اكتر. ويعني اتمنى لك كل التوفيق، وانا متاكد انت في فتره يعني قليله الموضوع مش هيقف عند كده. انا كنت بسالك ان مخطط له، اكيد الموضوع مش هيقف عند كده ان شاء الله، وهيحقق نجاح اكبر واكبر واكبر بكتير يا رب. وان شاء الله باذن الله تكون في احسن الاماكن ان شاء الله باذن الله. اتشرفت جدا بيك يا اسلام. الشرف ليا، وكنت مبسوط ومستمتع حقيقي ان انا موجود معاك. ربنا يخليك حبيبي. يعني مبسوطين جدا ان احنا معاكم دايما في الحلقات دي. تاني حلقه في سلسله حوار مع صديقي المشجع، كانت معاه اسلام حسن اللي مكسر الدنيا بكواليس الدوري المصري. ان شاء الله في حلقه ان شاء الله باذن الله تكون عن الديربي مع كمال وعمر بقى وبلال ينورنا كمان ان شاء الله. وبعد كده برضه هيبقى في حلقه ان شاء الله مع نجم جديد وضيف جديد. استنونا مع بودكاست بالون دور.